تخيلوا معايا لحظة تاريخية مثيرة حصلت من 100 سنة. في سنة 1923 لما العالم هوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، الاكتشاف اللي هز العالم كله. بس اللي حصل بعدها كان غريب جدا. الشخص اللي فتح التابوت مات بعدها بأيام قليلة، وخلال أسبوع واحد بس 7 من فريق البحث ماتوا في ظروف محيرة. الصحف وقتها ما صدقتش وكتبت عناوين ضخمة: لعنة الفراعنة تضرب من جديد. طب تفتكروا دي كانت مجرد صدفة ولا فعلا في سر غامض وراء المقبرة؟ المصريين القدماء كانوا بيكتبوا تحذيرات على مداخل المقابر. هل كانوا عارفين حاجة احنا منعرفهاش؟ شاركوني رأيكم، هل تؤمنوا بلعنة الفراعنة؟ خلوني أعرف تفكيركم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من الأسرار التاريخية المثيرة دي.